عايز تاكل الكحك من غير ما تعلي سكر الدم ولا تتخن، اعمل اللي هقولك عليه. اول حاجة تاخد الكحك بعد وجبة رئيسية. انا افضل يكون بعد الغداء عشان دي الوجبة الرئيسية اللي بيبقى فيها الياف فتقلل امتصاص السكر، بس ممكن تاخده بعد الفطار، وارجوك تجنب تاخده بعد العشاء علشان ما يعليش سكر الدم جامد وانت نايم. تاني حاجة خده مع مكسرات، حتى لو هو كحك بالعجوة او كحك بالملبن، اهم حاجة تاخده مع مكسرات، اي عدد من المكسرات، عشان المكسرات فيها دهون صحية بتقلل امتصاص السكر. تالت حاجة خد قبل الكحك كوباية مية عليها معلقة من خل التفاح، عشان خل التفاح بيظبط سكر الدم وبيقلل امتصاص سكر الدم من المعدة. فاعمل الثلاث حاجات دي علشان خاطر تقلل امتصاص السكر وعشان تاخد الكحك من غير ما يأذيك. ده غير ان انت حاول تتمشى وتزود نشاطك وتزود ميتك، ده كمان هيقلل في ان اكل الكحك يأثر على صحتك وعلى وزنك. واخر حاجة ارجوك تاخد 1-2-3، ما تاخدش الطبق كله او الصينية كلها، علشان كده كده اي حاجة حتى لو صحية لو زودتها هتأذيك. دمتم بصحة وسلام، وكل عيد وانتم بألف خير، وعساكم من عوادة.